عملت معاكم على القناة الكحك السادة. هنعمل النهاردة الكحك محشي ملبن وكمان محشي عين جمل. هعرفك تكنيك العمل لما تكوني عايزة تعملي كميات كبيرة. يعني النهاردة هعمل معاكم في الفيديو ده 3 كيلو دقيق هيعملوا لي 4 صاجات كبار من الكحك. زي ما انتوا كده شايفين جبت صاجات من الفرن، وقلنا بقى يلا نرجع ايام زمان كده وروايح زمان. ربنا يا رب يعود علينا رمضان والعيد اعواما واعوام، انا وكل امة المسلمين اجمعين. هعرفك تكنيك العمل المظبوط لما تكوني عايزه تعملي كميات كبيره. اوعي تخافي ولا تتخضي تقولي لا انا خايفه يبوظوا، لا. معايا النهارده هعرفك كل الاسرار وكل التفاصيل. بس لو انتي اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتدوسي لايك وكومنت حلو زي كده علشان يدعمني ان انا استمر واكمل. هنزل لكم كمان على القناه وصفات اكتر بكتير، بس تابعيني. زي ما انتوا شايفين كده الموضوع سهل وبسيط وما بياخدش وقت، لكن انت بس ايه سمي الله كده و... وان شاء الله الوصفة تطلع معاكي ناجحة 100%. عايزة اقول لكم الكحك والله العظيم بدون مبالغة ناعم ودايب دوب كده. ندخل بقى على المكونات والتكات المهمة اللي لازم تكوني واخدة بالك منها كويس. يكون نوع الدقيق البروتين فيه من 7 ل9%، والصراحة النوع ده افضل نوع انا استخدمته وطلع لي كحكاية ناعمة ودايبة جدا. اول حاجة معانا هنا زي ما انتوا شايفين كده المكونات قدامنا. معايا الملبن، ده ربع كيلو ملبن، ومعايا 3 معالق لبن بودر، ومعايا العين الجمل. هنعمل تكات معينة كده في الفيديو بتاع النهاردة مختلف عن الفيديو اللي فات. وده معلقة ونص بيكنج باودر، و3 معالق خميرة، و6 معالق سكر. زي ما قلت لكم المكونات دي ل3 كيلو دقيق. ال3 كيلو دقيق بسم الله ما شاء الله طلعوا لي كمية حلوة جدا من الكحك. اول حاجة هنا زي ما متعودة اعاير معاكم السمنة. هنا كيلو ونص اهو، كيلو 500 من السمنة، يعني كيلو ونص. 3 كيلو دقيق هياخدوا نصهم على طول سمنة. تمام زي ما انتوا شايفين كده سمنة بلدي بسم الله ما شاء الله مرملة وجميلة جدا. معانا هنا بقى الملبن بتاعي حطيت عليه معلقتين سمنة كده علشان يبقى سهل معايا وانا بكوره واجهزه. ده اول خطوة معايا هعملها هنا في تجهيز الكحك بتاعي. وحطيت عليه رشة سمسم كده بتديله طعم حلو قوي عن ما يكون ملبن سادة. وابتدي اكور كده الكميات بتاعتي زي ما انتوا شايفين قمر ازاي. كده خلصت الحشوة بتاعة الملبن. في ناس عايزة بالعجوة نفس التكنيك برضو، هتحطي عليها معلقتين سمنة وتبتدي تلينيه كده وبعد كده تشتغلي فيه. الحشوة بتاعتك هتبقى طرية وجميلة جدا وعمرها ما هتنشف. هنعمل بقى التكات المعينة اللي قلتلكوا عليها. السمنة بتاعتنا هنقسمها لنصين، نص هنسيحه والنص التاني هيبقى بارد كده زي ما انتوا شايفين. هيبقى حقيقي بجد تطلع معاكي كحكايه حلوه جدا وفي نفس الوقت خفيفه جدا على المعده، غير لما ما تقدحي السمنه كلها. انا جربت معاكم كده الطريقتين، اللي معمول على الساخن واللي معمول نص ونص على البارد ونص على الساخن. ال3 معالق خميره بتوعي بياخدوا 3 كوبايات ميه. 3 كوبايات ميه دافيين بمقدار الكوب الواحد مقدار 200 ملي جرام. تمام عشان تبقي ظابطه كل مقاديرك. هبتدي بقى هنا اجيب الدقيق بتاعي. هفتح كيس كيس كده وافضيه كله. طبعا لازم حاجة واسعة وطبعا ما تكونش بلاستيك، يعني لو ألمونيا او ستانلس، علشان السمنة طبعا وانت بتنزلها في الاول ما تعملش تفاعل مع البلاستيك وتبقى مضرة. تمام. نزلت كده تلاتة كيلو دقيق بتوعي وعليهم 3 معالق بيكنج اللبن البودر، وعليهم معلقة ونص بيكنج باودر، وعليهم معلقتين 3 كده ريحة كحك بسيطة. السمنة بتاعتنا بلدي مش محتاجة يعني الصراحة. وهحط كمان السمسم على السمنة علشان ياخد طعم وريحة السمنة. هعمل حفرة كده في النص وهنزل بالنص الكمية اللي هي بتاعت السمنة البلدي مقدوحة ازاي. شايفين الخميرة اللي على جنب متفاعلة ازاي. بسم الله ما شاء الله هتطلع لي كحك ناجح جدا وناعم كده وطعمه جميل. هبتدي بقى اقلب المكونات دي كويس جدا مع بعض. اوعي تستخدمي ايدك في المرحلة دي علشان السمنة سخنة جدا. تقلبيها. انا هشيل الخميرة كده من على جنب علشان ما تتهزش. و هبتدي بقى اقلب كويس جدا المكونات بتاعتي لغاية بس ما هي كده بردت شوية. هبتدي بقى بايدي ابس الدقيق مع الكحك. دي اهم مرحلة واكتر مرحلة بتاخد وقت. باقي السمنة بتاعتي زي ما بقولكوا كده هحطها في بقية في الحلة اللي هي كان مقدوح فيها، فيا دوبك هتسيح بس مش هتسخن. تمام. مرحلة البس دي يا بنات اهم مرحلة، وقعدت فيها حوالي نص ساعة لان طبعا الكمية بتاعتي كبيرة.
بصوا بحاول اغلف كل ذرايه دقيق بالسمنه. هنا حطينا السمسم على السمنه البلدي الباقيه، دي طبعا سمنه دافيه مش سخنه، فعشان كده بتعامل عادي ومش مش حاسه يعني بسخونيه. هبتدي بقى بس كل حبات الدقيق، ودي اهم يعني اهم مرحله واللي نجاح الوصفه بتاعتك. هي هتاكلي كحكايه ناعمه ودايبه كده دوب وهتدعيلي. بصوا المنظر كده. خلاص خلصت كل البس بتاعت الكميه بتاعتي. طبعا خدت الحله بتاعتي ونزلت على الارض بقى واشتغلت ابس كويس جدا. بصوا كده من غير اضافه اي مواد سايله. بصوا العجينه طريه ازاي ومش ناشفه، ولسه ما ضفتلهاش اي مواد سايله. هضيف معاكم كده المواد السايله، وشوفي طريقه اللف بتاعه العجين بتاعي علشان تبقى عارفه ان ده مش بيتعجن، بيتلم. بصي بلم ازاي، بلم بس الميه بالعجين اهو. اوعي تعجني زي عجين البيتزا والحاجات دي عشان الكحكايه هتنشف معاكي. ما ترجعيش تقولي انا مشيت بطريقتك يا بوسي والكحكايه نشفت، لا. ركزي في كل خطوه وفي الاداء بتاع وفي تكنيك العمل، في تكنيك الطريقه نفسه. قلعت بقى الجلافس خلاص ملهوش بقى عايزه دلوقتي، لازم احس ملمس العجينه بايدي عشان اعرف كان الكحكايه هتطلع لي ملمسها ناعم ولا لا. ودي اهم نقطة واحسن نقطة، ان كمان التبصيمة بتاعة الكحك بتاعك زي ما شفت في بداية الفيديو، النقشة بتاعة الكحكاية ظاهرة ازاي وبارزة ازاي. فدي اهم حاجة، لازم الكحكاية بتاعتك تكون العجينة بتاعتها ناعمة مش خشنة. والله العظيم يا جماعة وانا بعجن كده ملبن كأني بعجن ملبن، طرية جدا وعجينتها مظبوطة 100%. امشي بس بالمقادير بتاعتي مظبوطة وان شاء الله تطلعك كمية حلوة جدا من الكحك. 3 كيلو دولت عملوا لي 4 صاجات كبيرة. انتوا متخيلين الصاج بتاع الفرن ده بسم الله ما شاء الله يعني مليان على اخره كحك. ابتدي بقى الم كده. خلاص انا كده حطيت كمية المية بتاعتي كلها، فهبتدي الم بس بحيث ان انا يبقى كل المادة السايلة خلاص اندمجت مع العجين بتاعي كويس. بصي بلم ازاي مش بعجن. هتجربي بقى ازاي وهتعرفي ازاي ان العجينة بتاعتك تمام لما تكوريها كده وتجربيها تلاقيها ما بتشققش. خلاص هي كده العجينة بتاعتنا جميلة وجاهزة جدا على ان احنا نبصمها بقى. 3 دقايق بس عقبال بقى ما تغسلي الحاجة اللي هتحطي فيها الحاجة. انا سبتها 3 دقايق بس، وجبت بقى الصاجات كنت غسلتها كويس جدا طبعا وجبت بقى ما تدهن، اوعي تدهني الصاجات اي حاجه، هي الكحك بينزل السمنه بتاعته. وجبت الميزان بتاعي كده، لازم الكحكايه بتاعتك تكون 30 جرام علشان يبقى شكلها حلو كده وما تكونش كبيره. بصوا هنا بقى الصاجات بسم الله ما شاء الله هتتملي 4 صاجات هيتملوا. تبتدي تكوري كده وتبصمي على طول، ما تسيبيش الكحكايه يعني ما تقوليش هكور كله وابصم مره واحده، لا لازم تكوري وتبصمي على طول في ساعتها. تمام. بصوا الكحكايه ما بتشققش ازاي، حقيقي تحفه تحفه تحفه، اوفر واحسن من الجاهز 100 مره. وكمان الجاهز اوعي تفكري الجاهز بيستخدموا سمنه بلدي اللي احنا بنجيبها ب 220 دي. السمنه البلدي زي ما انتوا عارفين سعرها، لا استحاله يستخدموا الكميات اللي بيعملوها دي بسمنه بلدي. لا يا ماما بيستخدموا زبده فرن او السمن المهدرج. الافران اللي هي العاديه دي بتستخدم السمن المهدرج، لكن الحاجات الكبيره المحلات الكبيره زي العبد واتوال والحاجات دي برضو ما بيستخدموش سمنه بلدي. بيجيبوا مثلا لو هيجيبوا كميه سمنه بلدي بيخلطوا عليها برضو زبده فرن او سمنه بلدي. ما انصحكيش طبعا ان انت تخلطي زبده، لان الزبده ممكن تنشف معاكي الكحكيه. بصوا الصاج اتملى بسم الله ما شاء الله في دقيقة واحدة، وكان ده شكل الصاج بتاعنا بقى بعد ما اتعمل. طبعا خدتهم بقى ونزلت الفرن، الناس كانت عمالة تتفرج عليا بس مش انا لوحدي اللي كنت رايحة، الناس كلها. ربنا يا رب يسعد الناس كلها ويدخل العيد كده بالبهجة والسرور على قلوبكم كلكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفة جديدة، وانتظروني اللي جاي شديد. الكحكايه بتاعتي بصوا منظرها بعد ما استوت بسم الله ما شاء الله. يلا قومي على طول كده اعملي الكحك بتاعك وفرحي ولادك. باي باي.